فانت مهما عملت حاجة تبدو جامدة وواو، هتلاقي في ناس بتختلف عليك. مش معنى ان اي حد بيتكلم بثقة ان هو فاهم، مش معنى اي حد ان هو صوته عالي فمعناه ان هو الاقوى، مش اي حد بيقول اي حاجة فمعناها ان هي صح، مش اي حد بيعبر عن رأيه بهجوم وانفعال انت لازم ترد عليه او تدافع عن نفسك. مش اي رأي بيكون صح، والمفروض تسأل نفسك لما حد يجي يقولك رأيه في حاجة، تسأل نفسك مين الشخص اللي بيقولك الحاجة دي. هو الشخص اللي بيقولك الحاجة دي سوي نفسيا؟ الشخص اللي بيقولك الحاجة ديت هو حكيم؟ الشخص اللي بيقولك الحاجة ديت انت تقدر ان انت تعتمد عليه في كلامه، تقدر تعتمد على رؤيته على نضجه؟ الشخص ده ناضج. خليك زي ما انت وما تغيرش من نفسك عشان خاطر اي حد، لان انت مهما عملت تلاقي في ناس بتختلف عليك. مهما عملت الحلو او اتبعت مثلا جروب معين ماشي بستايل معين، هتلاقي الجروب التاني بينتقدك. طب مش تتبع الجروب التاني، هتلاقي الجروب الاولاني بينتقدك. وطول ما انت بتحاول ان انت تكون على طبيعتك هتلاقي في ناس بتنتقدك، اللي هيقولك انت مجنون، واللي هيقولك انت كريبي وكرينجي وحاجات غريبة كده بقى. بس انت ما ينفعش، انت لازم تكون مبرمج علشان تكون زينا. فانت مش محتاج خالص انت تكون زي اي حد يعني، مش محتاج. just to be yourself, just to be yourself, you are here to be yourself. ربنا خلقك باسم وبهوية معينة بطريقة معينة بكرياتيريا معينة، فخليك عليها. مش هتقدر ان انت تخالف ده لو وانس انت عايز تكون ده. في ناس مش بتحب ان هي اصلا تكون نفسها، وفي ناس مبرمجة يعني هما موجودين في برمجة كده، او موجودين في كالت كده، ان احنا مش هينفع ان احنا نخالف القطيع. فانت you don't have to be in this cult، يعني انت مش لازم ان انت تكون في الجروب ده خالص. انت just to be yourself. بس طبعا لازم تكون عارف ان ده بيكون ليه ضريبة، ان في ناس هتنتقدك وناس هتجيب لك صداع، بس guess what، كده كده في صداع اصلا. اعمل اللي انت عايزه. شوف انت والله العظيم انت بتعمله دوت صح، يعني good luck. اللي انت بتعمله دوت غلط، خلاص learn بقى، يعني اتعلم من الحاجة اللي انت بتمر بيها، وتعلم من الاكسبيرينس بتاعتك. رأي الناس ليس لها علاقة بصوتك الداخلي، ورأي الناس ليس لها علاقة بالصحة، ليس لها علاقة بالموضوعية. ممكن يكون رأيهم صح بس مش مناسب. يعني you have to know ان انت once ان انت عايز تكون حقيقي انت هتكون مخيف. هتكون مخيف، في ناس هتخاف منك. ليه هيخافوا منك؟ ليه اشتوتن مثلا ولا بتاع؟ لا، عشان انت مخيف، يعني انت كريبي، انت بتعمل حاجات غريبة احنا مش بنعملها. يعني انت طبيعي قوي، يعني اللي انت بتعمله ده، فهم هيشوفوك ان انت الغريب فهيخافوا منك فهيبعدوا عنك. فانت you just have to be confident، وان انت تكون واثق من نفسك، ان انت تعرف ان الناس دي بتبعد عنك عشان خاطر هما مش متعودين يكونوا تلقائيين عفويين زي ما انت عفوي. كلامي دوت مش موجه لكل الناس، كلامي دوت موجه لناس معينه، موجه للناس العفويه، موجه للناس اللي على طبيعتها. ومش هتعرف ان انت تسكت حد، انت مش هتعرف ان انت تسكت حد. فطالما هل انا قادره على ان انا اجي احط ايدي على بقك واقول لك ما تتكلمش؟ لا، مش هقدر اعمل كده. لو عملت كده مع حد ممكن يعض ايدي. بهزر. فمش عارفه اعمل كده. ولو خرجت حد، طب ده حطيت ايدي على بقه، دوت حطيت بلاستر على بقه، ودوت حبسته في اوضه، ودوت حطيت فار في ظهره، ودوت مش هتقدر تعمل كده مع كل الناس. فدي حاجه uncontrollable، يعني انت مش هتقدر ان انت تتحكم في هذا الشيء. فخلي كل شخص يكون زي ما هو، خلي كل شخص يتكلم زي ما هو عايز. اللي عايز يقولك كومنت حلو اوكي، اللي عايز يقولك حاجه وحشه اوكي. ف whatever، الاتنين مش بيعبروا عن حياتك الكاملة. لازم حد جه قال لك انت عبقري الزمان، هل انت عبقري الزمان؟ انت مش عبقري الزمان، ده comment، just a comment، يعني just an opinion، مش حقيقتك انت. كل واحد بيعبر بطريقته. طب حد جه قال لك انت حمار ما بتفهمش، او انت مجنون، انت المفروض يحبسوك، المفروض يكهربوك كل يوم، ده comment برضه. ف just to be yourself وخليك عفوي زي ما انت. That's it.